عمركم فكرتوا إزاي جوجل بيعرف يلاقي أي حاجة بتدوروا عليها في أقل من ثانية؟ أو إزاي فيسبوك بيعرف يقترح عليكم أصحاب ممكن تكونوا تعرفوهم؟ لأ، ده مش سحر، ده علم اسمه Non-Linear Data Structures. والنهاردة إحنا هنفك شفرة العلم ده مع بعض وهنجهزكم لأصعب أسئلة ممكن تتسألوها في أي انترفيو في أكبر شركات التكنولوجيا. طب بصوا، عشان نتخيل حجم الموضوع، لو جوجل كان مضطر يدور في كل صفحة على الإنترنت واحدة ورا التانية عشان بس يرد على سؤالكم، الموضوع ده كان هياخد أيام. الإجابة على السؤال ده هي اللي بتفصل بين نظام بطيء وممل ونظام فائق السرعة زي اللي بنستخدمه كل يوم. يعني ببساطة الطرق التقليدية دي خلاص ما بقتش نافعة خالص مع كمية الداتا الرهيبة اللي بنتعامل معاها دلوقتي. عشان كده العالم كان محتاج حلول أذكى، حلول عبقرية وأسرع بكتير. ومن هنا بيجي دور الأدوات اللي هنتكلم عنها النهاردة. وأول وأقوى سلاح في صندوق الأدوات بتاعنا النهاردة هو الهاش تيبلز. دي نقدر نعتبرها الشفرة السرية، التشيت كود للوصول الفوري لأي داتا، وهي السبب الحقيقي ورا سرعة معظم الأنظمة اللي بنستخدمها في حياتنا. الفكرة هنا بسيطة وفي نفس الوقت عبقرية. تخيلوا معايا إن عندكم مكتبة ضخمة جدا، وبدل ما تقعدوا تدوروا في كل رف على كتاب، لأ، انتوا معاكوا فهرس سحري. بتدوا للفهرس ده اسم الكتاب اللي هو يعتبر الداتا، والفهرس ده في لحظتها بيديلكم رقم الرف والمكان بالظبط اللي هو الاندكس. المعادلة السحرية اللي بتعمل كده اسمها الهاش فانكشن، هي اللي بتحول أي معلومة لرقم مميز يوصلنا للمكان على طول في خطوة واحدة بس. وده بقى اللي بيوصلنا للقوة الحقيقية للهاش تيبلز، وهي السرعة الخارقة. في عالم البرمجة بنقيس سرعة أي حاجة بالبيج أور نوتيشن، والهاش تيبلز بتحقق حاجة اسمها O1 أو وقت ثابت. يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة شديدة معناها إن سواء عندك 10 عناصر أو 10 مليون عنصر، عملية البحث أو الإضافة أو الحذف هتاخد نفس الوقت تقريباً. السرعة مش بتتأثر بحجم البيانات. وده يا جماعة إنجاز رهيب بجد. تمام قوي. وهنا بقى نيجي للسؤال اللي لازم هيتسأل في أي انترفيو: ماذا لو الفهرس السحري بتاعنا ده ادى نفس المكان بالظبط لكتابين مختلفين؟ دي مشكلة حقيقية جدا وليها اسم مشهور. المثال ده حقيقي عظيم وبيوضح الفكرة بالظبط. كلمة stressed وكلمة desserts فيهم نفس الحروف، فبعض الهاش فانكشنز ممكن تطلع لهم نفس العنوان. المشكلة دي اسمها هاش collision. طيب إيه الحل؟ أشهر حل للموضوع ده هو الشيننج. تخيلوا إن كل مكان في الهاش تيبل مش مجرد خانة واحدة، لا ده عبارة عن سلسلة أو ليست. لو حصل التصادم ده، كل اللي بنعمله إننا بنضيف العنصر الجديد في آخر السلسلة دي. حل بسيط وفعال جدا. طيب الأداة التانية اللي معانا النهاردة هي التريز، ودي بنلجأ ليها لما نكون محتاجين أكتر من مجرد سرعة. بنحتاجها لما نكون عايزين نحافظ على الداتا بتاعتنا مترتبة وفي شكل هرمي، زي بالظبط نظام الفايلات على الكمبيوتر بتاعكم. بس خلوا بالكم، مش كل التريز زي بعضها. الباينري تري العادية هي مجرد هيكل، لكن القوة الحقيقية بتظهر في نوع تاني اسمه Binary Search Tree أو BST. هنا بقى كل حاجة منظمة بقواعد صارمة. عند أي نود تقف عندها، كل اللي على شمالها لازم يكون أصغر منها، وكل اللي على يمينها لازم يكون أكبر منها. التنظيم ده بيخلي البحث فعال بشكل لا يصدق. بدل ما ندور في كل العناصر اللي هي O of N، إحنا في كل خطوة بنستبعد تقريبا نص الشجرة. فسرعة البحث بتعتمد بس على ارتفاع الشجرة اللي بنسميه H. وعشان تثبتوا إنكم فاهمين تريز كويس، لازم تكونوا بتعرفوا تتكلموا لغتها، واللغة دي هي الترافيرسالز، اللي هي ببساطة طرق المرور على كل النودز اللي في الشجرة بطريقة منظمة ومنهجية. ودي مهارة أساسية أي انترفيور بيركز عليها. ودول أشهر 3 طرق نتكلم بيهم مع الشجرة. أول طريقة in order، زي ما اسمها بيقول بتزور العقد بالترتيب، فلو طبقتها على binary search tree هترجع لك كل العناصر مترتبة تصاعدياً. تاني طريقة pre-order، دي بتزور الروت الأول، وده بيخليها مثالية لو عايز تعمل نسخة طبق الأصل من الشجرة بنفس هيكلها بالظبط. أما آخر طريقة post order، فدي بتزور الروت في الآخر خالص، وده مهم جداً في عمليات الحذف عشان تضمن إنك مسحت الفروع الأول قبل ما تمسح الجذع الرئيسي. ودلوقتي وصلنا للوحش، الأداة الأقوى والأكثر مرونة على الإطلاق، الجرافس. دي الأداة اللي بنستخدمها عشان نمثل العالم الحقيقي بكل تعقيداته، من شبكة أصحابكم على السوشيال ميديا لشبكة الطرق والمواصلات في خرائط جوجل. ببساطة شديدة الجراف بيتكون من حاجتين اتنين بس: نودز، ودي بتمثل الكيانات بتاعتنا زي الأشخاص أو المدن، وإيدجز، ودي بتمثل العلاقات أو الخطوط اللي بتربط بين النودز دي. طيب عشان نستكشف الجرافز دي عندنا طريقتين أساسيتين. الأولى هي BFS،
تخيلوا معايا إنكم بترموا حجر في بحيرة والموجات بتنتشر بشكل دائري مستوى ورا مستوى. هو ده بالظبط اللي البي اف اس بيعمله، وعشان كده هو مثالي جدا لو عايزين نلاقي أقصر طريق بين نقطتين. أما الطريقة التانية دي اف اس، فتخيلوا إنكم في متاهة بتفضلوا ماشيين في طريق واحد لغاية آخره، ولو طلع مسدود بترجعوا لتاخر مفترق طرق وتجربوا طريق تاني. يعني بتتعمقوا في مسار واحد قبل ما تجربوا غيره. تمام قوي. كده احنا استعرضنا ايه الادوات بتاعتنا. جه وقت نلخص كل ده في القاعدة الذهبية اللي هتخليكوا تعرفوا تقرروا تستخدموا ايه وامتى، سواء في انترفيو او في مشروع حقيقي. ودي الخلاصة اللي لازم تطلعوا بيها. لما تقابلكم أي مشكلة اسألوا نفسكم، هل أنا محتاج وصول فوري وسريع للداتا عن طريق مفتاح معين؟ يبقى على طول الحل هو هاش تيبل. طيب هل الترتيب مهم ومحتاج ألاقي العناصر بسرعة وفي نفس الوقت أحافظ على شكل هرمي؟ يبقى الاختيار الأمثل هو Binary Search Tree. أما بقى لو المشكلة عبارة عن شبكة وعلاقات متصلة ببعضها زي طرق أو أصدقاء، يبقى مفيش أداة أقوى من الجراف. وفي النهاية السؤال ليكم، من خلال تجربتكم في المذاكرة أو الشغل، إيه هو أكتر داتا ستراكشر حسيتوا إنه صعب في كتابة الكود بتاعه من الصفر؟ هل هي الهاش تيبلز بتحديات الكوليجنز بتاعتها، ولا تريز بالترافرسلز المعقدة، ولا يمكن الجرافس بخوارزميات البحث بتاعتها؟ شاركونا خبراتكم وآرائكم في التعليقات. شكراً جداً لمتابعتكم، وبالتوفيق في كل مقابلاتكم الجاية.